تعالوا النهاردة نعمل مع بعض كفتة الحاتي. زي ما انتوا شايفين كده طرية وجوسي. وهنعمل كمان معاها الرز البسمتي الأصفر. أول حاجة أنا معايا كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا اللحمة فيها دهن، نسبة دهن علشان ما تكشش معاكي وتبقى كمان طرية معاكي. حطيت عليها شوية كده من البقدونس، وحطيت عليها صفيت كده البصل. أنا دي بصلة متوسطة كده، صفيتها من المية خالص. أنا خدت تفل البصل وحطيته على اللحمة. الكفتة سهلة جدًا. وطبعًا حطيت كفتة الحاتي، توابل كفتة الحاتي الجاهزة. طبعًا الكيس ده بيكفي كيلو من اللحمة المفرومة. طبعًا لو هتعملي نُص كيلو طبعًا هتاخدي نُص كيس. طبعًا هاعجن كده اللحمة لغاية لمّا تفتل معايا وتبقى زي الفتل كده، وتبقى مصمّغة كده بالشكل ده. هاركنها على جنب. مَيّة البصل هاضيف لها كيس من الصلصة، ومعلقتين كبار كده من الزيت. وحطيت ربع معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل وقلبتهم كده مع بعض. بعد كده حطيت ربع معلقة من البيكنج باودر وعجنتها على اللحمة المفرومة. بعد كده جبت عصيان كده الكفتة، أو ممكن تعمليها على عصيان الشيش طاووق، وصبعتها كده على السياخ بالشكل ده. أنا طبعا هشويها في فرن البوتاجاز، وهاخد كده من التتبيلة واحطها كده على وش صابع الكفتة من فوق. بصبع كده، وبعد كده ببل ايدي واخد كده على الكفتة واعمل تجزيعات كده على كفتة من فوق بالشكل ده. طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها. باخد الصباع وباخد كده من التتبيلة واجزع كده بايديا. طبعا انا كملت كل الاسياخ بنفس النظام. طبعا فضلت قطعة لحمة معايا. هجيب كده 2 عود شيش طاووق واصبع عليهم صبع كفتة اللي باقي معايا، واعمل تجزيعات كده بالشكل ده. وقبل ما ادخلهم الفرن كده بديهم مسحة كده من التتبيلة من فوق بالشكل ده، وافتح عليهم الشوايه وياخدوا لون. اقلبهم على الوش التاني. والكفتة ما بتاخدش وقت معايا. على ما تستوي الكفتة معايا هجهز الرز البسمتي. حطيت طبعا مادة دهنية معلقة كبيرة من السمنة، ونزلت عليها بصلاية متوسطة كده هقلبها مع بعض. بعد كده هضيف البهارات بتاعتي. معايا 3 فصوص كده من الحبهان. بحاول ان انا اكسرهم كده علشان ياخدوا النكهة من يعني ينكهوا البصلة والرز. وضفت 7 فصوص من القرنفل، ونص معلقة من الملح، وربع معلقة من القرفة. لو عندك عيدان قرفة حطي. وحطيت نص معلقة من الفلفل الأسود، وقلبتهم مع بعض. وبعد كده نزلت بمعلقة صغيرة ممسوحة من الكركم، ونزلت عليهم بكوباية ونص من الرز البسمتي. الرز البسمتي الذهبي مش الأبيض. طبعا الرز البسمتي أنا منقعتوش ولا أي حاجة. نزلت عليهم ب3 كوبايات إلا ربع من المية. وهنا الكفتة بتاعتي استوت والرز كمان استوى معايا. شايفين لون الكفتة جميل جدا، حلو قوي. لونها حلو، وكمان الكفتة طرية معايا. هنجيب كده الطبق بتاعنا ونحط فيه الرز، وحطيت عليه الكفتة زي ما انتوا شايفين. والكفتة طرية معايا وجوسي جدا. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه لايك واشتراك في القناة.